طبعا في البدايه بنرحب بمنى ونقول لها كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ورمضان يا هند، كريم. منوراني. بنورك. قولي لي منى، ايه حكايه الكفتان بقى؟ الناس قاعده اتجننت من صور النجوم والنجمات والحاجات اللي انت بتنزليها واللي هما بينزلوها، ايه بقى الموضوع الكفتان؟ بصي، وايه الفرق بينه وبين العبايه؟ اوكي. الكفتان يعني احنا كنا من 10 سنين كده هو رمضان لبسه زي اللبس العادي كده هو. وبعدين بقى طلع الكفتان هي يعني زي اللي احنا لابسينه كده هو ده كفتان. العبايه بتبقى حاجة العبايه فاشن. تراديشنال اللي هي ممكن تروحي تصلي بيها في ناس لبسهم بيبقى كونسرفتيف بيلبسوا عبايات، لكن دول اللي هي الشكل القديم للعبايه. لكن دول يعني زي بتقولي عبايات استقبال، عبايات خروج حاجات مدلعه يعني حاجات كده اهو. مدلعه كده بالظبط. فبقى طلع ترند ان الناس ليها لبس معين في رمضان، وبالعكس بقى ايه اللي هو الشوبينج الاساسي بتاعك ان هو الناس بقت بتستنى رمضان من السنه للسنه عشان تروح تشتري. بالظبط، عشان عندك بقى سحور، عندك فطار ومعزومه فين، وكل واحد ايه بيحاول يطلع اكتر قطعه مميزه. زي بقى شيك وهقابل عند حماتي او خارجه مع صاحبتي. بالظبط كده هو. في عندك خيام رمضانيه، في يعني سهر كتير وخروج كتير وعزومات كتير. بالظبط كده اهو. فهو ده الناس اكتشفت ان هو الشهر الاكتر الناس بتتجمع فيه. يعني انت ممكن طول السنه ما تشوفيش اصحابك كلهم او قرايبك كلهم، لكن في رمضان دايما اشوفهم عاده. ايه يعني ان شاء الله تكون الحمد لله الكورونا خلصت فهي دي كانت لكن غير كده انت الناس اللي ممكن ما تشوفهمش من سنه لسنه بتشوفيهم في رمضان. ده حقيقي. ايه الجديد اللي شايفه فيه؟ الوان وحاجات حلوه قوي. بصي انا شغل كتير. يعني هو رمضان بيبقى شويه يعني بيبقى حلو فيه الالوان الفاقعه، الحاجات اللي فيها تطريز بالذهبي بالفضي حتى بالخيوط، يعني بيبقى مميز اكتر. وانا عامه شخصيه بتحب الالوان يعني. أيوة. فحتى في الشتاء عندي هتلاقي الدنيا ملونه. فطبعا مع رمضان بقى جالونات بقى بالسرمه، تطريز يدوي، عارفه بقى يعني بتطلعي بقى حاجه انيقه. طب هو بيتلبس ازاي؟ احنا ممكن نروح نشوف الحاجات الموضه وعامله ازاي، وفين بتاعه الصبح وفين بتاعه بالليل، بتتلبس على ايه؟ طبعا نشوف. طبعا يلا بينا. قولي لي بقى يا منى، ايه بقى ايه ده؟ بصي دي زي كفتان كده اهوت، وهنا ده شغل مرايات ولونين، وهي قصيره من قدام يعني البنطلون بيبان، ومن ورا تتربط صح؟ ومن جوه تتربط تعمل وسط. تعمل وسط. دي منها نفس اللون ده. بصي دي ممكن تلبس على ابيض في ابيض، او ممكن تلبس على جينز. ودي زيها بس اللون اسود في ابيض. ده شغل ايه؟ هندي صح؟ ده هندي. هي في موضه، انا شايفه الوان كتير وحاجات. وفي موضه ولا هو عشان الصيف؟ بصي هو انا عامه بحب اخلي حاجات رمضان مبهجه. في عندي طبعا الاسودات والابيضات دول ثابتين، بس يعني هو ده من اكتر الحاجات اللي بتميزك برضو، ان انت عامله حاجات اوت اوف ذا بوكس، يعني انت طالعه خالص عن بصي دوت زي ما يكون ساري كده، حتى شال ناحيه زي ساري هندي، والناحيه دي كانت لابسه بونشو وبيجي يتربط بالحزام. اوكي. برضو لطيف قوي. ده برضو على جينز. ده برضو على جينز. جينز ابيض او جينز بلو جينز. طبعا زي ما احنا لابسين كده يا منى، يعني كده صح؟ احنا لابسين صح؟ كده مظبوط قوي. ده كده ايه بقى؟ الكفتان على جينز. بصي يعني انا كده لابسه بيزك على جينز، ولابسه هيلز. ممكن ما كنتش البس هيلز، ولابسه هنا لبست حزام ذهبي يكسم لي هنا الجزء ده شويه، وانتي لابسه برضو كحلي من تحت وكحلي، ولبستي الهيلز النود بتاعك وبيزك من تحت. وعشان هنا في شغل انا ما لبستش حاجه في رقبتي، وهند برضو عملت كده. الحلق كبير. الحلق هو اللي كان كبير، وعادي لو ساعه والاكسسوارز بقى اللي في ايديك عادي جدا. اوكي.
ده لو احنا نازلين مثلا سايب الليل. لو احنا انا الصبح لا هخفف بقى شويه، هخليه بالظبط، هخليه سنيكرز سلايدز كده هو. اوكي. طب الشنطه ايه بقى على اللبس ده؟ بصي انا بحب في رمضان امسك كلاتشز او بوشات او كده هو، اي لون بقى يعني عندك هنا عايز تلبسي اسود ذهبي كده هو. انا في نفس الموضوع برضو ممكن البس عندي ذهبي او اوكسيدي او يعني ممكن، بس مش لازم الشنطه زي كذا. لا خالص، مش لازم خالص. عندك شغل، عندك كلاتش بالشغل شويه لحاجه اورينتال برضه هتبقى حلوه، يعني اللي عندك هتعرفي تشغليه. اوكي.